السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف الفرق بين الدايجرامز اللي بتمثل النظام بتاعي. هنعرف في الفيديو ده الفرق بين اليوز كيسز والداتا فلو والكونتكست والفلو والاي ار دي والسكيما وهكذا. هنعرف محتوى كل دايجرام عندي، كل دايجرام او كل رسم عندي او كل مخطط عندي بيبقى محتوى ايه، وايه الفرق بين الدياجرام دي والدياجرام التانية، بين اليوز كيس مثلا والداتا فلو والكونتكست، وايه الفرق بينهم وهل في علاقة بينهم ولا لا. طيب، نبدأ بأول حاجة اليوز كيسز. ايه هي اليوز كيسز اصلا، ولا عبارة عن ايه، ولا بتعمل ايه؟ بص، الغرض من اليوز كيسز هي توضح لي، او مثلا توضح للشخص اللي ما عندوش خلفية عن النظام بتاعي، انا عندي صلاحية لكام شخص في النظام بتاعي. يعني مثلا انا عامل سيستم بيستقبل مني او بيدخل له، او عامل الرولز بتاعته بمعنى اصح. الرولز عندي بتشيل حاجتين، بتشيل صلاحيتين، بتشيل يوزر وبتشيل ادمن. طيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ خلاص انا عرفت الرولز بتاعتي او الرول بتاعتي بتدي صلاحيات لكام واحد. يبقى بتدي صلاحيات لليوزر والادمن. طيب انا عايز اعرف بقى، انا راجل ماليش علاقه بالسيستم أهو خالص، وماليش علاقه بالسيناريو بتاع السيستم. انا عايز اعرف بس، كل اللي محتاج اعرفه الادمن بيعمل ايه، او الوظائف اللي في السيستم بتاعي. الادمن بيعمل ايه، إيه الوظائف اللي بيعملها فيها، واليوزر ايه الوظائف اللي هو بيعملها هو كمان. يعني اكيد طبعا اليوزر ليه وظائف او ليه مثلا حاجات معينه خاصه بيه، واكيد الادمن ليه حاجات خاصه بيه، صح؟ طيب انا بقى محتاج اعرف بقى ايه. خلاص انا عرفت ان عندي يوزر وعندي ادمن، انا عايز اعرف كل واحد بيعمل ايه. وهنا يجي دور اليوز كيسز. تمام. ممكن نيجي هنا نبص على مثال انا جايبه عشان بس ايه، طيب يعني ما نضيعش وقت. اكزامبل زي ده. انا عندي هنا ده يوز كيس اهي، دي كيس عاديه جدا. تمام. عندي هنا ايه، عندي رول لكام واحد؟ لاتنين. عندي ادمن وعندي يوزر، وعندي في النص ايه اللي في النص ده عباره عن ايه؟ والله ديت الفانكشناليتي بتاعتك او الوظائف اللي موجوده في السيستم بتاعك. عندك لوجن، وعندك اد كاتيجوري، وعندك اد ايتم، وعندك مانج ايتم، وليله كبيره. تمام. انا كل اللي محتاج اعرفه مين بيعمل ايه. دي وظيفتي اليوز كيس. والله انا لما انا راجل ماليش في السيستم اهو، ما اعرفش اي حاجه وما اعرفش السيناريو بتاعك. انا رسمه زي دي بالنسبه لي وضحت لي، خلاص انا عرفت ان اليوزر، الشخص اللي داخل مستفيد من الخدمه اللي انا بقدمها او من السيستم بتاعي. عرفت الوظائف بتاعته ايه، عرفت ان هو هيدخل او هيوصل للوجن، هيحط بقى داتا فيها او ايا كان. عرفت انه هيوصل للريجستريشن اللي هي بتاعه الانشاء الحساب بتاعه الكرييشن. وعرفت ان هو هيشوف الايتم، الفيو ايتمز والكلام ده كله، وهيعرف او يعني هيعمل اوردر، هيعمل عمليه دفع، هيقدر يغير باسورد وهكذا. يبقى انا كده من خلال رسمه انا عرفت الرول بتاعه اليوزر، اولها ايه واخرها ايه. انا كمان عاوز اعرف الادمن دوت او الشخص ده ايه الفانكشناليتي اللي هو يعني مسؤول عنها او اللي يقدر يعملها في السيستم بتاعي. والله برضو من خلال الرسمه كل حاجه واضحه. قال لك الادمن يقدر يوصل للوجن، طبعا هو محتاج يعمل لوجن عشان يدخل. تمام. يقدر ياد كاتيجوري، يضيف كاتيجوري معينه، يقدر يضيف ايتم جديده، يقدر يمانج ايتم، يقدر يمانج اوردر وهكذا. يبقى احنا من خلال حته رسمه بسيطه، احنا ناس مالناش في السيستم، ما نعرفش اي حاجه عنه، حته رسمه بسيطه اسمها يوز كيس وضحت لي انا عندي كام شخص بيدخل السيستم، عندي كل شخص بيقدر يوصل لايه او يعمل ايه. تمام. دي كده ببساطه اليوز كيس. طيب ممكن نبص على الداتا فلو دايجرام. ايه الداتا فلو دايجرام، ولا بتعمل ايه، ولا بتوضح لي ايه؟ هي بص، من اسمها الداتا فلو يعني تدفق بيانات، حركة داتا. هي كل الرسمة دي بتوضحه لي، او الدايجرام ده بيوضحه لي الداتا عندي بتتنقل منين لفين، وايه اللي بيحصل. يعني انا عايز اعرف مثلا، انا عندي لوجن، عندي مثلا ريجستر، مين بيبدأ الاول. طيب في اللوجن ايه يعني اوبريشنز اللي بتحصل معايا، او الفانكشناليتي اللي بتحصل معايا. ممكن نبص برضو على مثال انا جايبه هنا. فين احنا عايزين الداتا فلو؟ طيب ادي الداتا فلو. الاول بس قبل ما نبدأ نشرح في الداتا فلو، محتاج اوضح لك نقطة معينة. لو انا عندي يوزر وعندي ادمن، فانا عايز اقول لك ان الادمن بيتعمل له داتا فلو خاصه بيه،
واليوزر بيتعمل له داتا فلو خاصه بيه. يعني دايجرام زي دي خاصه بالكاستمر بس، الادمن ملوش فيها. طب الادمن فين يا عم الحاج؟ لا، الادمن هتعمل له رسمه تانية. طب ليه كده؟ عشان خاطر دي رول تانية، ده شخص تاني ليه صلاحيات تانية. انا عشان احط الاتنين هنا هبهدل الدنيا، يبقى انا كده راجل عكاك، انا كده بعك. طب هل انا اقدر اصلا اعمل كده؟ اه تقدر، ما تقدرش دي. بالمناسبه اي دايجرام انت بترسمها، هو الغرض منها تعمل او تعرضها او تبين للشخص، او مثلا ايه، انا راجل مش ماليش، انت عم حضرتك عامل سيستم تمام، انا راجل ما اعرفش حاجه عن السيستم بتاعك، انا بقول لك يا باشمهندس يا اللي عامل السيستم، فهمني السيستم بتاعك. طبعا مش هتقعد تقول لي واحد اتنين تلاته اربعه يعني شفهي كده باللسان كده، لا مش هفهم. انا عايز اعرف العمق السيستم بتاعك واصل لحد فين. اكيد مش هتعرف تقول لي ببقك، ولو قلت لي انا مش هقدر استوعب الكلام ده كله. فانا محتاج رسومات او كلام على ورق او كلام ايا كان، حاجه اشوفها بعيني زي الدياجرامز توضح لي وتفهمني السيستم بتاعك بيتحرك منين بيودي على فين. فعشان كده بنعمل الدياجرامز كلها بشكل عام، حتى اليوز كيسز، حتى الفلو شارت، الاي ار دي، السكيما، الداتا فلو، اي ما هو دياجرام كل الغرض منه ان الشخص لما يبص على الدياجرامز دي يقدر من خلالها يفهم السيستم بتاعك شغال ازاي، او مين داخل عليه، مين ليه صلاحيات يعمل ايه. تمام، فالنقطة دي طبقها على كل الدياجرامز بتاعتك. يبقى كل رول عندي، كل شخص عندي، كل صلاحيات عندي ليها دياجرام معين. يعني انا في اليوز كيس حطيت الاثنين، حطيت الاثنين، بس لو انا عندي مثلا الكيسز كتير، او مثلا الفانكشناليتي كتير جدا جدا جدا، ويمكن مثلا معقده شويه، يعني اعتقد يفضل وقتها ان انا اعمل ايه، دايجرام لليوزر، او دايجرام لليوزر ودايجرام للادمن. بس عادي يعني اليوز كيس بما انها ما بيدخلش فيها رسومات كتير، ما بيدخلش فيها شرح كتير، فتقدر اصلا انك تحط الشخصين مع بعض او الرولز كلها مع بعضها. تمام، نكمل موضوعنا. الداتا فلو، انا عندي هنا، بص دي رولز ثابته معاك، يعني ثبت الكلام ده معاك. انا عندي هنا بحط ثلاث حاجات، بحط عندي الاكسترنال انتيتي. يعني ايه اكسترنال انتيتي اصلا؟ يعني العنصر الخارجي او الكيان الخارجي اللي بيأثر على الداتا بتاعتي، اللي بسببه بيحصل حركه في الداتا. تمام، اللي بيسمع معايا في الداتا السيستم بتاعي، اللي هو مين؟ الكاستمر. هل انا مثلا انا دلوقتي راجل يعني مثلا ده نظام مكتبه اهو، سيرش فور ا بوك وشو سيلز وشات والكلام ده كله وبوكس اهي. تمام، ده نظام مكتبه. انا عندي الكتب دي موجوده على السيستم بتاعي. هل الكتب دي هتتباع لوحدها، او هيتم شرائها لوحدها، او هيحصل اي حركه غير لما يدخل يوزر عندي او كاستمر عندي على السيستم ويبدا يضيف اكشنز للسيستم بتاعي؟ هل الكلام ده هيحصل غير لما يدخل كاستمر يحرك الداتا؟ لا طبعا، لازم شخص، لازم كيان اكسترنال يعني خارجي يدخل يسيب بصمه، او يدخل يعمل اي اكشن في الموقع عندي عشان خاطر يحصل داتا فلو، عشان يحصل حركه داتا، عشان خاطر البيانات تتحرك من مكانها، يبدا يبقى عندي داتا فلو. تمام، فاحنا في المثال بتاعنا ده انا عندي اكسترنال انتيتي شخص واحد. تمام، عندي الكاستمر. طيب الكاستمر اول حاجه عندي ايه؟ عندي البروسيس دي. طيب يبقى احنا عرفنا ان الكاستمر هو الاكسترنال انتيتي اللي بحتاجه. وده ثبت عندك برضو المعلومه دي، الاكسترنال انتيتي بيتحط في مستطيل، البروسيس بتتحط في الشكل اللي هو المربع ده وبتترقم بالشكل ده، اللي هو مثلا طب ايه الفرق بين 0 هو 1.0 و 2.0 والكلام والارقام دي؟ بص، طالما البروسيس مش تحت بعضها او مبنيه على بعضها، تقدر تلعب فيهم براحتك. بمعنى هقول لك يا سيدي، انا عندي حركه الداتا الاساسيه بتبدا منين في السيستم بتاعي؟ من الساين اب، صح؟ هو انا عندي مثلا، هل انت كيوزر او ككاستمر هتقدر تدخل تعمل اكشن على الموقع بتاعي غير لما تكون مسجل؟ يبقى انت هتعدي على حضرتك، هتعدي عليه الاول، هتعدي على الساين اب، تسيب الداتا بتاعتك فيها، هتسجل الداتا. تمام، بعد الساين اب بتبدا تعمل لوجن، تدخل على النظام بتاعك. طيب الترقيم هنا، يعني مش معنى حط هنا 3 وبعد كده 4 وبعد كده 5، ليه ما حطيتش من هنا 3 4 5؟ عادي تقدر تعملها. طب ليه اقدر اعملها هنا؟ عشان خاطر الثلاثه دول مش مبنيين على بعض، لكن الساين اب واللوجن مبنيين على بعض. اللوجن مبنيه على الساين اب، فطبيعي او بالتالي اللي بيجي الاول ايه، او اللي بيظهر عندي الاول ايه؟ الساين اب. عشان كده انا قلت لك ايه؟ 1.0
وجيت في اللوجن قلت لك 2.0. تمام. طيب انا عندي الشكل ده اللي هو بتاع الكاستمر انفو، ده عباره عن فايل في الداتابيز دي. الشكل ده كده اسمه داتا ستور، فايل في الداتابيز بتاعي، عباره عن تيبل. لو حضرتك عارف الداتابيز شكلها عامل ازاي، عباره عن تيبل. هو فعليا ده بيبقى تيبل عندك. تمام. طيب يبقى انا عرفت ان الداتا فلو بيبقى عندي جواها ثلاث رسومات او ثلاث اشكال. اول حاجه بيبقى عندي المستطيل، ده بحط فيه الاكسترنال انتيتي بتاعي. بيبقى عندي المربع اللي هو فيه اي دي، دي اسمها اي دي عامه. تمام. دوت عباره عن البروسيس بتاعتي. بيبقى عندي الفايل ده او الشكل ده بيبقى عباره عن فايل في الداتابيس بتاعي، وده اسمه داتا ستور. تمام. تمام. نبدا كده واحده واحده ونتعمق في الايه، في الدياجرام بتاعنا. انا عندي الكاستمر، اول بروسيس بيعملها ايه؟ والله اول حاجه بيدخل على السيستم بتاعي بيحتاج يعمل ساين اب. طيب في حاله الساين اب نجح، بيروح يعمل سيف. بس انا هنا ما ببصش لحته نجح او ما نجحش، حصل او ما حصلش، ما بركزش في الحته ديت قوي. تمام. انا بس ايه، بوضح الستبس بتاعتي، الخطوات اللي البروسيس دي بتعملها. تمام. طيب انا عندي اليوزر او الكاستمر، خلاص هو عمل ساين اب والداتا اتعمل لها سيف في الفايل بتاع الكاستمر انفو. بعد كده اليوزر بيعمل ايه؟ والله بيعمل لوجن. خلاص هو جه قال لك هنا اهو، طلع سهم من عنده قال لك ايه؟ لوجن، دخل خلاص. طب في حاله اللوجن ايه اللي بيحصل؟ في حاله اللوجن انا محتاج امسك الداتا من اليوزر واجيب الداتا من الداتابيز بتاعت اليوزرز واقارن الاثنين ببعض. بس يبقى انا بعمل ايه؟ يعني اهم نقطه عندي بالنسبه لي هنا حته اجيب الداتا، لان المؤشر بتاع السهم ده مهم جدا. المؤشر هنا اهو. تمام. ده المؤشر بتاع السهم ده مهم جدا جدا جدا. تمام. عشان يوضح لي منين يعني رايح فين. تمام. انا عايز هنا يعني السهم ده، لولا ان السهم ده هنا ما كنتش هفهم ان الداتا جايه لي من الكاستمر انفو داخله على اللوجن. فالسهم هنا مهم جدا. طيب الكاستمر هنا يا سيدي عمل لوجن وبتاع ودخل والدنيا زي الفل وجميل. طيب اللوجن دي مش ممكن يحصل فيها ايرور مثلا وقت التسجيل، مثلا الباسورد او اليوزر دخل باسورد غلط او حاجه؟ يبقى انا محتاج ايه؟ اعمل برضو اطلع ايرور يروح للكاستمر. هو بص، هي الحاجات ديت يعني مش مطلوبه 100%. يعني اهم حاجه عندي تبقى البروسيس بس موجوده، ومين الاكسترنال او مين الانتيتي اللي عملها تريجر شغلها او فعلها. تمام. والنتائج بتاعتها مش اكتر. بس نتيجه زي الايرور دي يعني هي مهمه، بس عدم وجودها ما يضرش. تمام. طيب انا عملت لوجن يا عم الحاج، عملت ساين اب وليه وعملت لوجن ودخلت، لقيت عندي ثلاث خدمات حضرتك بتقدمها. كلام جميل وزي الفل. انا ككاستمر بعمل مثلا سيرش عن بوك، عن كتاب معين، او مثلا شفت المبيعات بتاعتك او ايا كان. خلاص انا شفتها وعايز ابدا اعمل اوردر. تمام. عايز ابدا، ما هو اصلا اللي ده يعني اليوزر هنا اصلا دخل من اللوجن على السيرش بوك او دخل على الشو ايه سيلز او الكلام ده كله. انا مثلا وقفت على السيرش فور ا بوك. تمام. اللي انا ببحث عن كتاب. خلاص انا عملت سيرش والنتيجه جات لي، وبتعمل حضرتك سهم بيوضح ان النتيجه دي خلاص رجعت للكاستمر. خلاص هو تمام رجعت له. طيب بعد ما النتيجه رجعت للكاستمر انا خلاص بقى ايه؟ أنا عملت سيرش والنتيجه طلعت لي وشفت الكتب اللي انا عاوزها. او بلاش يا عم شفتها، انا شفت السيلز خلاص، شفت الحاجات اللي معروضه للبيع وعايز اخد منها ككاستمر. تمام. ايه اللي بيحصل؟ والله بعد الخطوه دي ببدا اعمل حاجه اسمها عمليه او بروسيس اسمها باي ابوك. خلاص يبقى احنا كده خلصنا من التو بروسيس دول. تمام. ودخلت في بروسيس جديده اسمها باي ابوك. انا بقى سواء جاي من عن طريق السيرش جاي عن طريق الشو سيلز، انا خلاص انا عديت الستيب دي. تمام. ودخلت عندي على الباي ابوك. طيب بعد الباي ابوك انا خلاص انا دلوقتي في مرحله الشراء. الكونفيرم بتاعت مين؟ الكونفيرم بتاعت اليوزر او اللي هو الكاستمر. خلاص انا بعمل كونفيرم وببعتها للكاستمر، بقول له طلبك جهز او بيتجهز او هيجي لك في الطريقه او ايا كان الرد وقتها. تمام. دي يعتبر الداتا فلو. بالمناسبه ده فايل بوكس، معلش الصوره فيها بلور شويه فمش، ما علينا. ده برضو فايل في الداتابيز. طب الفايل دوت الداتا رايحه له ولا جايه منه ولا جايه له؟ لا، هي طالعه منه راحه للسيرش بوك وراحه برضو للشو سيلز، ما بتتعرض معايا. بس هنا ايه، مش هو الشخص هنا مش موضحها. بس المفروض انا عندي مبيعات، عندي كتب اللي ببيعها المفروض تبقى ايه
واخده الداتا بتاعتها من البوكس اللي هو التيبل اللي اسمه بوكس. تمام. يبقى انا عندي بوضح البروسيس اللي عندي واخده داتا من حد ولا لا، بعدها او بعد البروسيس ديت في بروسيس تانية ولا لا، طب البروسيس دي بيطلع منها رد رايح لليوزر بتاعه ولا لا. بس عامة هو في الغالب يعني بشكل عام، مش في الغالب، وبشكل عام لازم اخر ستيب اليوزر او الكاستمر ايا كان يبقى عنده علم انها تمت خلاص، انا كده وصلت للاند راوند بتاعتي، يعني انا وصلت لاخر الطريق. تمام. فلازم في اخر الستبس سواء كان في كونفيرم بقى او ايا كانت الحاجه اللي بتحصل، لازم الكاستمر او اليوزر يجي له ايه، يجي له اليرت بيها. تمام. فكده احنا فهمنا الداتا فلو، المفروض ان احنا فهمناها يعني، وهنراجع بس مراجعه سريعه. قلنا ان الداتا فلو عباره عن 3 اشكال، بيدخل فيه 3 اشكال. الشكل الاول اللي هو المستطيل دوت عباره عن الانتيتي بتاعي. تمام. الشكل الثاني عباره عن بروسيس، كل المطلوب من البروسيس ديت مين داخل لها ومين خارج فيه، مين خارج منها، الخارج منها بيروح فين، يعني الداخل لها مين والخارج لها منها بيروح فين. تمام. انا كده خلاص عرفت مثلا زي الساين اب اللي داخل لها ايه، اللي داخل لها عمليه ريجستريشن، عمليه ريجستر يعني بسجل اسم. طيب هنا انا سجلت، انا ككاستمر سجلت، الخارج منها ايه وبيروح فين، داتا. خارج منها داتا بتروح لملف اسمه الكاستمر انفو، الملف دوت عباره عن تيبل موجود في الداتابيس بتاعتي. طيب في اللوجن اللي داخل لها ايه، اللي داخل لها داتا من اليوزر عباره عن لوجن، عمليه تسجيل. طيب اللوجن دي بيجي لها داتا ولا بيخرج منها داتا تانية؟ لا بيجي لها داتا خلاص، اصل دي عمليه لوجن، عمليه تشيكنج، تحقق. طيب بتيجي منين الداتا؟ والله مش لوجن دي بتاعت يوزرز، يبقى انا اروح على كاستمر انفو اللي هي التيبل بتاع اليوزرز واجيب منه داتا ادخلها اللوجن عشان خاطر يحصل عندي ايه، مقارنه، ودي اسميها تشيكنج. تمام. بالمناسبه الكلام اللي بيبقى على الاسهم ده كلام مهم جدا، وما ينفعش سهم واحد ما يكونش عليه ايه، توضيح. لازم تبقى في كلمة توضح السهم ده بيعمل ايه او رايح في او وظيفته ايه. تمام. يعني لحد هنا احنا فهمنا المين بيزك بتاع الداتا فلو، عرفنا الاكسترنال انتيتي، عرفنا البروسيس، عرفنا الفايل ستور او الداتا ستور، وده عبارة عن فايل او تيبل في الداتابيس بتاعتي. طيب كلام جميل، ومعلش انا اسف على الاطالة، بس كان غرضي ايه، نفهمها كويس. بالمناسبة الداتا فلو هي الليفل 0 ليفل 1 مش الليفل 0. يعني الليفلات دي هتسمعها لما تحب تتعمق اكتر، او مثلا حد يطلب منك دايجرام بتعمق اكتر، يقول لك مثلا اعمل لي ايه، اعمل لي الدايجرام دي ليفل 0 او مثلا ليفل 1 او ليفل 2، اعمل لي ليفل 1 وليفل 2 منها وليفل مثلا 3 منها. بس طبعا ال 3 ديت للمشاريع او السيستمز الضخمه جدا يعني. يعني انا اصلا الليفلز دي عباره عن ايه، بص انا عندي هنا كاستمر صح، وارد يكون عندي كاستمر من نوع تاني، مثلا يوزر بنوع تاني، ادمن مثلا. تمام. طيب امتى اقول عليه مثلا ليفل 2؟ هقول لك، انا هنا عملت للكاستمر الوظائف بتاعته كلها، ولكن هنفرض مثلا ان انا عندي بروسيس هنا عميقة شوية، يعني داخل فيها شوية بروسيس كتير من جواها. ساعتها انا بمسك الكاستمر بالبروسيس بتاعت السيرش بوك دي واعمل لها دايجرام خاصة بيها، وابدا اجيب البروسيس اللي جواها وارسمها نفس الرسمة دي. ساعتها انا هنا اقول على الدياجرام ده ليفل 2. طيب انا عايز اقول عليه ليفل 3، ليفل 3، يبقى انا بمسك بروسيس من جوه السيرش بوكس دي، خلاص بقى انا دخلت جوه السيرش بوك دي. تمام. وطلعت من جواها بروسيس كتير زي البروسيس دي مثلا، وليكن بمسك بروسيس واحده فيها وابدا برضو اشرحها على قد الكاستمر برضو. يبقى هي دي الليفلز بتاعتي. بس الكلام ده في السيستم الكبير، في الانظمه الكبيره جدا طبعا، احنا يعني ربنا يعافينا منها اصلا. تمام. طيب الكونتكست، بص يا سيدي الكونتكست دوت عباره عن ليفل 0. يعني ايه؟ يعني هقول لك دلوقتي فين كونتكست هنا اهو. كل الكونتكست او فكره الكونتكست بيقول لك هات لي السيستم بتاعك كله اسمه ايه مثلا، والله انا عامل سيستم اسمه حماده، هات لي حماده ده وحطه لي في الدايره دي، اكتب لي كلمه حماده هنا. كلام جميل وزي الفل. قال لك بعد ما تكتب اسم السيستم بتاعك في رسمه كبيره مربع او دايره مش هتفرق، عامه ممكن تعملها في مربع عادي جدا. بعد ما تكتب الاسم بتاعك قول لي بقى مين الانتيتيز اللي عندك، مين الكيانات اللي عندك. وهنا هنرجع لنقطه كده
الفلو اللي فاتت او في الرسمه اللي فاتت اللي هي دي، انا كان عندي من انتيتيز هنا، عندي الكاستمر صح، ممكن يبقى عندي ادمن، ممكن يبقى عندي ادمن، بس خلينا نركز على الكاستمر دلوقتي. انا عندي الكاستمر هنا في كام سهم داخل وخارج منه؟ والله انا عندي سهمين هنا اهم، ادي واحد وادي اتنين طالعين منه، وعندي 3 داخلين ليه. يبقى كل اللي هعمله ايه؟ هاجي هنا عند الدايره بتاعتي ديت مثلا، ما لناش دعوه بالكلام ده لان انا اصلا جايب ايه يعني اكزامبلز بس مش اكتر. تمام، باجي مثلا عند المربع ده وبكتب هنا مثلا كلمه ايه؟ كاستمر. تمام، وبطلع منه وبدخل له عدد الاسهم اللي انا شفته هناك. يعني هنا كان ايه؟ طالع من الانتيتي ده طالع منه سهمين صح، يبقى انا اجي هنا واروح مطلع سهمين مدخلهم على ايه؟ العنصر بتاعي او السيستم بتاعي. وقلنا داخل له كام سهم؟ داخل له 3. يبقى انا اروح هناك اروح جاي طالع مثلا باسهم من هنا كده ومدخلها على الايه؟ على الكاستمر بتاعي. طيب اكتب ايه على الاسهم دي؟ نفس الكلام المكتوب هنا. يعني تيجي على كل سهم، السهمين اللي خارجين منه وداخلين على النظام هتقول له السهم دوت عباره عن ريجستريشن، السهم ده عباره عن لوجن، السهم ده مش عارف ايه، السهم ده ابصر ايه، السهم ده مش عارف ايه. تمام، دي كل فكره الكونتكست دي اسمها ليفل زيرو. بس انا لازم عشان اطلع الكونتكست لازم اطلع الداتا فلو عشان خاطر اقدر احدد الاكسترنال انتي ده او الانتي ده داخل ايه وطالع منه ايه، عشان خاطر اوضح بشكل عام. اللي يبص على الدياجرام يفهم الراجل دوت او السيستم دوت عنده كيان اهو، عنده شخص هو اسمه كاستمر. الكاستمر دوت بيدخل للسيستم حاجتين او بيدخل للسيستم نوعين من الفانكشناليتي، وبيستقبل من السيستم بتاعي 3 ردود. بس كده، ده الغرض. تمام، اتمنى تكون الكونتكست وضحت. طيب نيجي عند الفلو شارت. الفلو شارت عندك 3 اشكال ليها. اول شكل هي المفروض دي تبقى يعني ايه؟ زي دايره كده، مش دايره، هي دايره هقول لك دايره مبططه، فاهم يعني؟ لا ايه، دايره كده مقفوله شويه. تمام، وعندي المستطيل وعندي المعين. طيب الدايره دي المفروض هنا في الاول دايره وفي الاخر دايره. طيب الدايره الاولى ديت عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ستارت السوفت وير بتاعك او البروجرام بتاعك. تمام، وفي الاخر بتبقى عباره عن الاند. طيب المستطيل ده بيبقى عباره عن كل بروسيس بتتم عندك. طيب المعين ده، والله المعين دوت بتكتب فيه جمله هنا او كونديشن هنا وتطلع منه سهمين. سهم في حاله النجاح او السكسسفولي هيحصل ايه، وسهم في حاله الفيلد هيحصل ايه. يعني مثلا هنا لما قال لك يس قال لك مش عارف الممبر ذا باسورد، دخلك على كونديشن تاني. تمام، لما قال لك نو قال لك ريجستريشن بيج، دخله على صفحه ريجستريشن. تمام، طيب انا برضو ما اعرفش الفلو شارت دي بتعمل ايه ولا عباره عن ايه. بص، كل فكره الفلو شارت تقول لك في كل ستيب انت بتمشيها. يعني في حاله اللوجن بيج مثلا، حال صفحه تسجيل الدخول، انا بيبقى عندي كونديشن. اه طيب الكونديشن دي في عندي بروسيس، ولا انا اسف عندي بروسيس، عندي بروسيس. طب البروسيس دي محطوط عليها كونديشن. طيب كلام جميل. الكونديشن دي لو نجحت هتودي اليوزر فين، ولو فشلت هتودي اليوزر فين؟ والله بص، تعالى نشرح بناء على المثال اللي قدامنا ده. انا عندي هنا اهو زي ما الراجل قال لك اهو، قال لك انتر ذا سوفت وير، ادخل جوه النظام بتاعي. ده كان كلام جميل ودخلنا جوه السوفت وير. قال لك اول حاجه حضرتك هتقابلها، هتقابل اللوجن بيج، صفحه تسجيل الدخول. هو بقى السيستم ما يعرفش بقى انت شخص مسجل عنده قبل كده ولا لا. تمام، هو عايز ايه؟ يشوف انت مسجل ولا لا. فانت بتدخل على اللوجن بيج. والله لو انت عندك اكونت او عندك داتا في السيستم ده، هيحط لك مثلا سؤال، هيسالك سؤال. لو انت عندك داتا ادخل يا باشا على طول ايه على السيستم بتاعك. تمام، لو انت ما عندكش داتا ولسه جديد، هو عامة يعني النظام ده تقريبا ده نظام تغيير كلمة السر. تمام، شوف انا ما اعرفوش والله، انا اول مرة اشوفه. يعني انا كنت بس جايب عشان الشكل بس، انا فهمته من الدياجرام بس مش اكتر. تمام، بس تخيل معايا سيبني الكلام مكتوب. قال لك مثلا في حالة انت دخلت عملت لوجين، تمام كلام جميل. لو نجحت والله دخله مثلا على الهوم بيج، لو ما نجحش والله يبقى هو مثلا عنده ايه، يبقى مش مسجل. تمام، دخله على الريجستريشن بيج، صفحة انشاء الحساب. طب مثلا دخلت انا على الهوم وليكن يا سيدي، خلاص ربنا كرم وطلع عندي اكونت ولا حاجه ودخلت على الهوم.
المفروض عندي مثلا ايه، والله عندي مثلا ايه البروسيس بتاعه شراء المنتج او شراء الخدمه بتاعتي. يبقى انا عندي ايه، المفروض مثلا الاقي مستطيل هنا مكان ريمبر ذا باسورد دي، الاقي هنا مستطيل يقول لي ايه، عرض للمنتج او الخدمه بتاعتي، تمام، وابدا اعرض المنتج او الخدمه بتاعتي. والله في حاله دي، شو يعني، شو قلت ايه، في حاله يعني انا هعمل بعد المستطيل ده، هعمل هنا معين هنا او مربع اللي هو المعين ده، تمام، هعمل معين هنا، تمام. في حاله النجاح الطلب، مثلا اعمل لي كونفيرم، مثلا خلاص اعمل لي كونفيرم وقفل الطلب والكلام جميل وقفل السيستم بتاعك. طب في حاله الفشل، والله في حاله الفشل ممكن تخلي اليوزر يعمل ريجستر، يعمل سبميت تاني للداتا، تمام. انا معلش انا مش عارف اوضح لان انا ما عنديش امثله حقيقيه اشرح عليها، تمام، هي كل مثال مختلف عن التاني. بس انا غرضي او اللي انا عايز اوضحه لك من الدايجرام، عايز اقول لك ان الفلو شارت كل هدفها تقول لك ان في كل ستيبس او في كل بروسيس عندك في النظام، في كل بروسيس عندك في النظام، لما تنجح يحصل ايه ولما تفشل يحصل ايه، تمام، لحد ما توصل للاند، لحد ما توصل لاخر السيستم بتاعك. دي فكره الفلو شارت. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هتلاقوني بشرح لكم الفلو شارت، وهتلاقوني بشرح لكم طبعا بقى امثله احنا هنعملها بايدينا، تمام، هتلاقوني بشرح كل الدياجرامز دي كلها. طيب ممكن نبص على خلاص خلصنا الفلو شارت، نبص على الاي ار دي. عندنا هنا اي ار دي انا جايبه برضه اهو. طيب الاي ار دي بكل اختصار كده عباره عن ايه؟ بص يا سيدي، الاي ار دي ده عباره عن كيانات، عباره عن ريليشنز بين الكيانات، عباره عن اتريبيوتس، صفات. يعني انا مش فاهم حاجه يا ريس، اقول لك ولا تزعل نفسك. انا عندي هنا الاكزامبل ده بيقول لي عندك موبايل وعندك كاستمر وعندك بيل، ما اعرفش البيل دي عباره عن ايه، وعندك لوكي، تمام. كل واحده منهم بتمثل كيان، وكل واحده منهم ليها تيبل في الداتابيس بتاعتي، تمام. ثبت المعلومه دي معاك بقى، خلاص احنا كده بدأنا نخش بقى ايه في الكلام الجد. يبقى كل انتيتي عندك بيكون ليه تيبل في الداتابيس بتاعتك. طيب عندك بيربط الانتيتيز دي ببعضها حاجه اسمها ريليشن. ايه علاقه الموبايل بالكاستمر، ايه علاقه الكاستمر باللوجن، ايه علاقه اللوجن بالموبايل، تمام، وهكذا ريليشنز. وبتبدا الريليشنز دي تاخد شكل حاجه اسمها 1 تو ميني وميني تو 1 ومش عارف ميني تو ميني و1 تو 1 وكلام يعني كلام كبير كده وايه وعميق شويه، ان شاء الله هنشرحه قدام، تمام. يبقى انا عرفت لحد دلوقتي ان انا عندي entities، وعندي الانتيتي ديت عباره عن تيبل في الداتابيز، وعرفت ان الانتيتيز دي بيربطها ببعضها حاجه اسمها ريليشنز، وكل ريليشن بين تو انتيتي او بين كيانين بتربطهم حاجه بيبقوا مربوطين بعلاقه 1 تو ميني او 1 تو 1. ودي بتحدد نوع حركه الداتا، يعني مين رايح فين. يعني مثلا ولنفرض في الاكزامبل ده ميني تو ميني مالناش دعوه بيه. يعني خلينا مثلا ندي مثال، انسوا الاشكال قدامكم دي، تمام. ان العلاقه او الريليشن اللي بين الكاستمر والموبايل علاقه 1 تو مين. يعني ايه؟ يعني مثلا الموبايل 1 والكاستمر، لا العكس، ولا الكاستمر 1 والموبايل ميني، تمام. اقرا علاقه زي دي ازاي او ريليشن زي دي ازاي؟ بص انت بتسال نفسك سؤال واحد، الكاستمر الواحد يقدر يشتري اكتر من موبايل؟ اه. طيب الموبايل الواحد يقدر يشتريه اكتر من كاستمر؟ هي الحقيقة وأصبحت العلاقة هنا الريليشن هنا مثلا ميني تو ميني، هي فعلا هي الريليشن هنا فعلا ميني تو ميني، تمام. ودي بتعمل لها حاجة زي تيبل تاني، يعني قصة مالناش دعوة بيها، تمام. أهم حاجة نعرف بس الدياجرامز بتعمل إيه أو بتوضح إيه أو إيه الأشكال اللي فيها. طيب يبقى إحنا عرفنا الريليشنز، وعرفنا في عندنا حاجة اسمها 1 تو 1 و1 تو ميني وميني تو 1 وميني تو ميني، تمام. وعرفنا ان عندي كيانات، والكيانات ديت عباره عن تيبلز موجوده في الداتابيز، ولما بتكون الريليشن بتاعتي ميني تو ميني بتبقى عباره عن تيبل جديد زياده، تمام. وعندي حاجه كمان اسمها اتريبيوتس، الصفات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الموبايل دوت ما هيبقى متخزن في الداتابيز، مش المفروض يكون ليه اي دي؟ المفروض يكون ليه مود، اي ام اي، لا تقريبا السيريال بتاعه، موبايل برايس مش هيكون ليه سعر، هيكون ليه اسم، يعني اسم الموبايل، سعره، السيريال بتاعه، المود بتاعه، معرفش المود دي بتاعتي بس ما علينا، المود بتاعه، الاي دي بتاعه، صفات تخص الكيان بتاعي. يعني مثلا جمال ده، هل هو طويل ولا قصير؟ هل هو ابيض ولا اسمر؟
هل هو مثلا رفيع ولا تخين؟ دي صفات صح؟ هي كذلك لازم يبقى عندي شوية اتريبيوتس توصف الكيان بتاعي. يبقى احنا كده عرفنا الاي ار دي، عرفنا بيتكون من كيانات، بيتكون من صفات، بيتكون من ريليشنز علاقات، وعرفنا ان الريليشنز دي بحركة الداتا من خلالها بتتم عن طريق حاجة اسمها ال1 تو ماني والماني تو 1 والكلام ده كله. وعرفنا ان الاي ار دي بشكل عام بيمثل شكل الداتا في الداتابيس بتاعتي. تمام. يبقى الاي ار دي عباره عن ايه، او هدفه ايه، او غرض منه ايه؟ ان لما اشوفه اقدر افهم الداتابيس عندي متشكله ازاي من غير ما اروح للداتابيس. تمام، كلام جميل وزي الفل. طيب نبص على السكيما، والسكيما هتبقى مربوطه عامه. السكيما مربوطه بالاي ار دي، يعني عشان تاخد الاي ار دي صح، سكيما صح، لازم تكون الاي ار دي بتاعك صح. تمام. عندي هنا دي سكيما. معلش انا اسف ان الداتا كل شويه تتغير من اكزامبل للتاني، لسه يعني ان شاء الله لما نعمل اكزامبل مع بعض او حاجه، او نيجي نعمل في الفيديوهات الجايه هتلاقوا الداتا كلها ثابته لكل الدياجرامز. تمام، ان شاء الله نعمل يعني فيديوهات نشرح فيها الكلام ده كله اكتر بتعمق. طيب انا عندي دي سكيما. السكيما دي عباره عن ايه؟ مش احنا قلنا في الاي ار دي اللي هي الرسمه اللي فاتت الكائنات عندي عباره عن تيبلز؟ اه، ادي التيبلز يا سيدي. ايه ده؟ يعني التيبلز اللي كانت في الاي ار دي هي التيبلز ديت؟ اه. وببدا احط يعني الجزء الاخضر ده مثلا يكون ده بيكون اسم الكيان بتاعي. يعني مثلا انا هنا كان عندي موبايل وعندي كاستمر وعندي بيل ولوجن. انا عندي لما اجي اعمل لهم تيبلز هعمل هنا احط بدل بروجكت رولز دي احط كاستمر، وهنا احط موبايل، وهنا احط بيل، وهنا احط مثلا مش فاكر اللي بتاع التالتة ايه، الرابعه دي كانت ايه. تمام. بعمل اسماء للتيبلز بتاعتي وابدا احط هنا جوه الصفات بقى، واحط بقى البرودكت كي بتاعي، ولو عندي فورين كي بحطه. الكلام ده كله ايه نفهمه بعض ان شاء الله. بس دي شكل السكيما، والسكيما بتبقى مبنيه على الاي ار دي. يعني الاي ار دي صح يعني السكيما صح.